الأخلاق في الإسلام. الفصل الأول. حديثنا اليوم عن الأخلاق في الإسلام، وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التخلق بالأخلاق الحسنة والآداب الحميدة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن الأخلاق الحسنة التي دعا إليها الإسلام بر الوالدين، والإحسان إلى الزوجة والأولاد بنين وبنات، وصلة الرحم والأقارب، كما قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. ومن الأخلاق التي حث عليها الإسلام حسن الحديث والكلمة الطيبة والصدق والبشاشة والابتسامة والتواضع للمؤمنين، كما قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. وقد جاء الأمر والحث على حفظ اللسان، قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وحفظ اللسان يكون بعدم التلفظ بالألفاظ السيئة، واجتناب اللعن والشتائم، والحذر من الغيبة، وهي ذكر المسلم أخاه في غيبته بما يكره، قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي وصححه الألباني. وحذر صلى الله عليه وسلم من الكبر فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. كما حث الإسلام على حسن التعامل مع الخدم وعدم تكليفهم فوق طاقتهم، وإعطاؤهم حقهم فور اكتمال أعمالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ويجمع قاعدة الأخلاق قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نكتفي بهذا القدر، ونكمل الحديث بمشيئة الله في اللقاء القادم.